رقم واحد، لازم تهدى. وبكرر كلامي، لازم رد فعلك يكون هادي. أنا عارف إنه ده صعب عليك لما تسمع أو تعرف إن شريكك بيشوه سمعتك، لكن أنا بقول لك عايزك تبقى هادي، لأن نرفزتك وعصبيتك هو ده اللي بيدور عليها وعايز يوصل لها الشريك النرجسي. رقم اتنين، رد فعلك لما حد يجي يقول لك او شخص يجي يقول لك يعني ان شريكك بيقول عليك انت عملت حاجات غلط، لكن انت فعلا ما عملتش الحاجات دي، فعايزك تقول للشخص ده ان الكلام ده ما حصلش، وان شريكك هو اللي مريض بالتخيلات والاوهام المضطربه ومحتاج يتعالج. رقم ثلاثة، عايزك كمان تضيف على ردك انك انت مش فاضي للتفاهات ولا الكلام الكاذب، وانك شخص بتركز في حياتك اكتر. رقم أربعة، عايزك كمان تطلب من الناس اللي بتقعد تنقل لك الكلام وتبلغك الكلام إنهم يبطلوا نقل الكلام، قول لهم أنا عارف إن هو شخص مريض وكاذب، فأنا مش محتاج أسمع كلامه كل شوية، وهم هينقلوا لي الكلام ده برضه. رقم خمسة، عايزك تفهم يعني إيه نرجسي وصفاته علشان تبطل تسأل نفسك أسئلة من نوعية هو ليه النرجسي كده؟ ليه بيأذي كده؟ وما تقولش لنفسك أنا ما أذيتوش علشان يبقى ده الجزاء منه، لأن هو ده بطبيعته كده، هو دي طبيعة الشخصية النرجسية، شخصية مؤذية. رقم ستة، قدّر نفسك وحافظ على نفسك وقيمتك، ودايمًا لمّا ييجي النرجسي يستفزك ويحاول يقلل منك خلّيك أنت واعي ومركّز أكتر إنك أنت إنسان كويس، وإن الشخص النرجسي ده هو اللي مريض، وهو اللي عاوز يقلل منك علشان يأثّر على نفسيتك أكتر.